في زمن من الأزمنة كان هناك ملك جبار يدعي الألوهية ويجبر الناس على عبادته، وكان عنده ساحر يعلمه السحر. فلما كبر الساحر طلب من الملك غلاما ذكيا ليعلمه السحر من بعده. وفي طريق الغلام إلى الساحر كان يمر على رجل صالح يعلمه التوحيد والإيمان بالله، فاحتار الغلام بين السحر والإيمان حتى دعا الله أن يهديه للحق. وفي يوم ما وقعت حادثة عظيمة أظهر الله بها صدق الغلام. أصبح الغلام بإذن الله يشفي المرضى ويرد البصر ويعالج الناس، لا بسحر بل بإيمان صادق. وصل خبر الغلام إلى الملك فغضب غضبا شديدا. حاول الملك أن يقتل الغلام أكثر من مرة، لكن الله كان ينجيه في كل مرة. وأخيرا قال الغلام للملك: لن تستطيع قتلي حتى تؤمن بالله أمام الناس وتذكر اسمه. ففعل الملك ذلك وقتل الغلام. لكن المفاجأة أن الناس جميعا قالوا بصوت واحد: آمنا برب الغلام. غضب الملك أكثر وأمر بحفر أخاديد عظيمة وأوقد فيها النار، وأجبر الناس على ترك إيمانهم، لكنهم ثبتوا ولم يتراجعوا. وكان من بينهم امرأة تحمل طفلها فترددت خوفا عليه، فأنطق الله الطفل وقال: يا أماه اصبري فإنك على الحق.